السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. ورجعنا وكملنا في تفريزات شهر الخير، شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. بصوا بكده حبايب قلبي، أنا جبت بسلة بس خليت بقى ايه، الأولاد قعدوا يفصصوها لي شوية قبل ما أعمل شوية حاجات في المطبخ. فصصتها وغسلتها وحطيتها كده في المصفى الصفة. وجبت كمان بنجر وجبت جزر وجبت كمان قلقاس علشان اكمل كمية القلقاس بتاعتي بتاعت السنة كلها. تاني حاجة بقى هنبدأ دلوقتي، انا هقطع القلقاس بتاعي، هقشره كويس جدا وهبدأ اقطعه بقى التقطيعة المناسبة زي ما انتم ما شايفين كده. انا طبعا عملت المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات، قشرت القلقاس معاكم من الاول خطوة لاخر خطوة، فمرضش بقى ايه اضيع وقتكم واطول الفيديو. وكده كده كلنا بنعرف نقشر القلقاس، فانا قشرت القلقاس وكل واحد يقشر القلقاس وقطعه بكل الطرق اللي هو بيحبها وبيفضلها. قطعته كده وعبيته زي ما انتم شايفين بكياس على قد الطبخة بتاعتي. تاني حاجة جبت البنجر بتاعي وابتديت دلوقتي اعين منه اللي هي العروش دي كده، علشان اغسله غسلة حلوة كده كويسة جدا وابدأ بقى ايه اقشره. فانا عين العرش بتاعه ده، الشنطة بقى دي فضلت معايا من اول الفيديو لاخر الفيديو. قشرت فيها القلقاس وقشرت فيها البنجر، وهكمل فيها تقشير بقية كل المكونات اللي معايا. بصوا، انا خدت البنجر بعد ما قشرته ومسكته على الحنفية، غسلته كويس جدا من الطينة اللي فيه، وهبدأ دلوقتي هقشر القشرية الخفيفة اللي من بره دي. عايزه اقول لكم البنجر فيه فوائد كتير جدا جدا جدا. اتمنى ان انتي تخزنيه عندك وتحطي منه على فراولة، على جزر، على عصير برتقان، على كوكتيل. ممكن تحطي كوكتيل جوافة ورمان وبنجر وفراولة، تعملي كوكتيل عصير طبيعي كده، حاجة فريش وتحفة وجميلة جدا وبتبقى مغذية ليكي وللأولاد. وكمان البنجر بيعالج الأنيميا وبيقوي الجسم وبيديكي طاقة وبيديكي فيتامينات عالية منه، في حديد ومكونات عالية جدا. فحاولي تعملي سيرش كده على البنجر وفوائده، هتلاقي فوائده كتيرة وعديدة جدا. انا بقى هنا بقشر كده البنجر بالشكل ده كده، انا ولا بسلقه ولا بعصره ولا ما بعملوش في اي حاجة خالص، انا بقشره كده وهتشوفوه دلوقتي معايا. ممكن تبشريه على فكرة بالمبشرة لو انت مش عايزة تقطعيه بالسكينة وحاسة ان انت هياخد الوقت بتاعك. بس انا الصراحة ما بحبش ابشره. ليه؟ لما ابشره بينزل المية بتاعته كلها، فانا عايزاه يفضل محتفظ بكل المية بتاعته ولونه زي ما هو، علشان لما اجي اعصره في الخلاط مع فراولة او مع جوافة او ايا كان يديني النتيجة اللي انا عاوزاها. تمام؟ اهو بصوا بالشكل ده كده. قطعيه بقى التقطيع اللي تعجبك، كده كده هو هيتفرم في الخلاط. وعايزه اقولك لو حطيتيه كمان على الطماطم وانت بتخزنيها حاجه تحفه جدا. حاولي تدخليه في كل اكلاتك علشان فيه فوائد كتير جدا وعايزين نستفيد منه. يلا بقى حبيبه قلبي، حط لنا لايك للفيديو بتاعنا عشان صدقوني انا تعبت في الفيديو ده جامد جدا. هاجي بقى لتالت حاجه معايا وهبدأ بقى كده ايه، الجزر بتاعي هقشره كده بالمقشرة عادي خالص ولو بالسكينة. انت وراحتك. انا بقى هقشر كمية الجزر بتاعتي دي كلها كده بالمقشرة، وهناخد منه 3 حاجات وهتشوفوها دلوقتي معايا. اول حاجة هقطع الجزر بتاعي مكعبات لايه، للبسلة. هتشوفوها دلوقتي. قطعيها بقى المكعبات بتاعتك، عايزه تقطعيها صغير قطعي، عايزه تقطعيها كبيره وسط، انا عاملاها وسط، ولا هي كبيره ولا هي صغيره، علشان خاطر الحاجه لما بتكون صغيره قوي فايدتها بتروح في التسبيكه بتاعتها، لكن لما تكون وسط كده تاكليها تستفيدي بيها، ما تتهريش منك في التسبيكه وانت بتعمليها. تمام؟ قطعيها تقطيعه وسط، ولا كبيره ولا صغيره خالص. كل ما الحاجة كانت وسط كل ما كانت معقولة. حتى كمان وانت بتقطعي السلطة بتاعتك حاولي على قدر الامكان تقطعيها قطع كبيرة شوية علشان تستفيدوا منها. تاني حاجة للجزر معايا، هبشر الجزر بالطريقة دي. والجزر ده انا بشرته ليه؟ علشان انا هعمله للبرتقال، لعصير البرتقال. فاهميني؟ فانا هعمل كام كيس كده مبشور
لعصير البرتقان. اول ما اعصر البرتقان هطلع كيس جزر على كيس برتقان واحطهم هما الاتنين على بعض في الخلاط وهضربهم ضربة حلوة. بعد كده هرجع اصفي البرتقان وتمام كده. وكمان في مشهد تقريبا ما تصورش، قطعت جزر صوابع كده علشان للشوربة او للعدس، وكمان ممكن للسوتيه. بصوا انا بشرت الجزر بالطريقة دي، وادي هنا الجزر اللي انا قطعته صوابع كده، ممكن ده للسوتيه او للشوربة او للعدس اللي يريحك. والبنجر كمان خلصته وعبيته في الاكياس بالشكل ده كده. وادي القلقاس كمان. والبسلة بتاعتي قلبت عليها الجزر وحطيتها كده في الاكياس. اعملي الكمية اللي انت عايزاها وعلى قد الطبخة بتاعتك. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. وعايزه بقى احلى لايك للفيديو النهارده عشان صدقوني انا تعبت فيه كتير كتير كتير. اتمنى النهارده اليوم يكون عجبكم وحلقتي النهارده والفيديو يكون عجبكم. استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.